بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نخبز مع بعض العيش القمر ده. بصي بقى، أسهل عيش ممكن تخبزيه، والله العظيم جميل. بصوا عامل إزاي، بصوا هو كان لسه سخن كده. بصوا الرغيف ده. بصوا يا جماعة، إن هنخبز العيش القمر ده على عين البوتاجاز، على عين البوتاجاز، ومش هنستخدم إلا الشواية بتاعة الفرن. كانت في واحدة حبيبتي قالت لي إن الفرن بتاعها بيولع من فوق لوحده ومن تحت لوحده، يعني ما ينفعش يولع الشوايه مع البلاطه مع بعض. العيش ده مناسب جدا ليكي. ماشي، تعالي بقى لما اقولك هنعمل القمر ده ازاي. بصوا الجمال، بصوا والله ما فيش رغيف مش قابب، عامل زي البالونه، ما شاء الله عليك عيش. بصوا اول مره اعمل عيش خطير كده. وفي حاجه كمان، تقدري تستخدمي اي دقيق عندك. انا هنا استخدمت الدقيق المدعم. في حاجه انا عاملاه بالنخاله بتاعته، يعني انا مش نخلاه، يعني ده بردته. تقدري كمان تستخدمي لو عندك دقيق القمح، تقدري تستخدمي بيه برضو، بس هتضيفي عليه دقيق اللي هو الزيرو، اللي هو الفاخر بتاعنا العادي. ولو عندك زيرو صافي برضو هتخبزيه بالزيرو بس، وهيبقى خطير جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده الدقيق بتاعي اللي هو المدعم. تمام، حطيت عليه معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كبيره من معلقه كبيره من الخميره، وحوالي نص معلقه من الملح. تمام. احنا هنعجن بميه دافيه، مش محتاجين اكتر من ميه دافيه للعجن. طبعا لمي بقى العجينه كده واعجني واملكي زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هتبقي استاذه في العيش ده، استحاله يفشل منك. مش لا بصي بقى لا مطرحه ولا بلاطه. وبصي مش محتاج اي افتكاسات، اسهل عيش هتخبزيه واحلى عيش هتخبزيه وهتدعي لي بعديه. يعني بصي اسهل عيش هتخبزيه. احنا خبزنا العيش ده بكذا طريقه قبل كده، بس كانت في واحده حبيبتي كلمتني وقالت لي ان الفرن بتاعها، احنا عملناه قبل كده في فرن البوتاجاز، وقالت لي ان الفرن بتاعها ما ينفعش تولع البلاطه مع الشبكه في وقت واحد. الفرن بتاعها بيولع من فوق ومن تحت، يعني من فوق لوحده ومن تحت لوحده. ودي معظم الافران بتاعتنا اليومين دول بتبقى كده، يعني البوتاجازات الجديده معظمها بيولع ده واحده وده واحده، ما ينفعش تولعي الاتنين مع بعض. فهنا انا بقى هقول لك على العيش الخطير ده هتخبزيه بصي بكل سهوله. مش هتحتاجي اكتر من ان انت هتحطيه على الشوايه، ومش هتحتاجي البلاطه اصلا، انت هتولعي الشوايه بس وعلى عين البوتاجاز. وهقول لك برضه هنعمله ازاي. تعالوا بقى نشوف القمر والجمال ده كله. املكي بقى العجينه زي ما انت زي ما انت عارفه كده. العجينه هنا بقى بتكون بتلزق، يعني هي يابسه شويه بس بتلزق. تمام. يعني هي بتبقى بصي مش يابسه، يعني مش زي بتاعه الفطير. احنا عملنا فيديو الفطير، وشكرا جدا جدا لحبايبي اللي يعني في فيديو الفطير اتفاعلوا معايا، وما شاء الله الفيديو ما شاء الله طلعوا كويس، يعني الحمد والشكر لله يعني. وشكرا جدا ليكم ولمتابعيكم. بس يا ريت والنبي ما تنسوش اللايك. الفيديو بيوقعوا اللايك، مفيش لايكات خالص يا جماعه. يلا بقى، يلا يا جماعه بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي بقى، هنا انا بملك العجينه جامد. بصي لازم تدي العجينه حقها. في المرحله دي لو انت عندك العجان هيريحك كتير قوي. انا ما عنديش الا حته مضرب تعبان كده على قد حاله، وربنا يرزقني واجيب عجان ان شاء الله، قولوا يا رب. فهنا مجهودك كله بيكون في العجينه. زي ما انت شايفه العجينه بتكون طريه، لا هي طريه جامد ولا هي يابسه جامد، فاهم؟ بتكون لينه، يعني بتكون عجينه حلوه لينه. تمام، عشان تعرفي تفرديها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان العيش ده هنا، احنا العيش ده مش العجينه مش بتبقى يابسه، بتبقى طريه زي ما انت شايفه كده. لازم العجينه تبقى طريه لينه كده في ايديك، تلزق في ايديك زي ما انت شايفه، عشان تديك النتيجه الخطيره اللي انت شفتيها، والعيش بتاعك يبقى طري كده ومربرب وجميل. بصوا دي العجينه اللي انا عايزاها، ده القوام اللي انا عايزاه كده، هو تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا تمام كده بقى. انا حسيت ان هو لسه شويه، فضفت حبه ميه زي ما انت شايفه كده حبيبتي. عجيني العجين بقى، بصي اديله حقه، وكل ما اديتي للعجين حقه كل ما خدتي عيش منه جميل جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا كده هو تمام. انا هغطيه بقى لحد ما يختمر، هغطي وشه بالدقيق واغطيه لما يختمر. هنا هو بعد ما اختمر خد حوالي يعني حوالي ساعه الا ربع او نص ساعه، لان اصلا الجو كان برد، بس احنا المطبخ عندنا يعني دافي. هنا انا هستخدم بقى النخاله، الرده دي رده قمح كانت عندي، هستخدمها. هرش طبعا في الصينيه واقطع بقى. قطعي بقى بصي الحجم اللي انت عايزاه. انا ما حبيتش اقطعه رغيف كبير قوي عشان ما يغلبكيش، وتقدري تفرديه وتشيليه بكل سهوله ما يغلبكيش يعني. يعني العيش الرغيف مش كبير قوي ومش صغير قوي، عملته متوسط، يعني زي الرغيف العيش اللي انت بتشتريه اللي هو ابو 2 جنيه ده. تمام. بصي قطعي بقى زي ما انت عايزه، ده بتاعك انت، عايزه تعملي كبير صغير الرغيف قطعيه زي ما انت عايزه، يعني الحجم اللي يريح. وهنا احنا بنقطع على دقيق، بحط دقيق كده واحط العجين كده زي ما انت شايفه، احطه في الدقيق كده واعمل على ايديا واظبطه وبسويه كده زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو جديده معايا ووصلتي لحد هنا مشكوره، تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
هنا طبعا انا هقطع كل العجين ده لان هي كميه ما كانتش كبيره ولا حاجه. كده انا قطعت كل العجين. دلوقتي بقى هنا انا هغطيه على العجين ده كده وهسيبه حوالي بس بالظبط 5 دقايق، وهبدا باول رغيف انا عملته. تمام، هسيبه حوالي 5 دقايق وهبدا باول رغيف. هنا اول رغيف انا عملته هبدا بيه. هرش برضو رده، مهم قوي العيش البلدي لازم تفردي على رده. وهنا بقى طبعا حبيبتي هتستخدمي اللي هي لو عندك عصايه بقى، عندك واحده نشابه زي دي، مش عارفه انت بتقول عليها ايه. هتحطي بصي دقيق خفيف خالص، متكوميش دقيق خفيف خالص. لو انت متضايقه من الدقيق تقدري تحطي زيت، بس انا الدقيق كان ماشي معايا وكان تمام. وما ترققيش الرغيف قوي. تمام، يعني ما ترققيش الرغيف قوي عشان بحس ان هو يعني يديك القوام اللي انت عايزاه، زي العيش البلدي الجميل بتاعنا. العيش البلدي الجميل بتاعنا بيبقى مربرب كده وبيبقى تخين شويه، مش بيبقى رقيق. تمام، زي ما انت شايفه بصي هنا هو تمام. هجيب بقى طبعا الصينيه بتاعتي، انا مش محتاجه ادهنها اي حاجه، هي الصينيه كده من غير اي حاجه اهي. احنا هنا انا استخدمت 4 صواني، لو عندك صينيتين هيقدوا الغرض برضو. نفضي بقى من الرده وافردي بقى كده واظبطي له التانية معاكي ولا حاجه اهو. هركنه وهعمل كمان واحد معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطي رده كويس تحتيها عشان ما تلزقش معاكي على الفرشه او على الرخامه بتاعتك. وبططي الاول بايديك كده، وبعدين رشي. انا حاولت ان انا امسح حاولت ان انا امسحها بدقيق، لقيتها ما نفعتش. فطبعا اضطريت ان انا ارش، بس رشي خفيف واعملي عايم، ما تدوسيش على ايديكي. بصي عايم، لان العجينه هنا طريه. العجينه هنا مش هتعرفي، يعني لو دوستي جامد هتلزق فيها النشابه بتاعتك. فانتي اعملي على العايم كده، بصي ما تدوسيش عليها قوي. وسوي كده الحروف بايديك، لو لقيتيها تخينه ولا حاجه سوي بايديكي كده. هنا طبعا هجيب الصينيه التانية وهتشيلي الرغيف بقى بالراحه خالص كده زي ما انت شايفه، وتحطيه برضو حاولي تنفضيه تشيلي بصبعك كده وتنطري ايدك كده لفوق لفوق كده وروحي نفضها بقى. بس هو كده تمام، مش عايزه اكتر من كده. العيش ده خطير يا جماعه، والله العظيم من اكتر يعني الطرق اللي نجحت معايا في العيش البلدي بتاعنا. وده طبعا بصوا هعمل واحد كمان معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا وريتك كام رغيف عشان يعني اوريكي ازاي انت هتعملي. كان هنا بقى هعمل كام حوالي 4 رغيفه. وهنا بقى هروح اولع بقى البوتاجاز بتاعي عشان اوريكي هنعمله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطي دقيق خفيف خالص خفيف خالص على قد ما تقدري، ما تكتريش دقيق، لان الدقيق ممكن يبان في وش العيش. تمام كده اهو، خفيف خالص زي ما انت شايفه. انا بحط حاجه بسيطه خالص وبيفرد معايا بكل سهوله ما شاء الله، وكان جميل جميل جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده تمام. هجيب صينيه تانية برضو وهشيله طبعا وانفضه برضو من الرده زي ما انت شايفه. نفضيه من الرده عشان ما يشطش منك. تمام، وحطيه برضو كده وسويه، لو في حرف التاني منك ولا حاجه اظبطيه، مفيش اي مشاكل. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هنا برضو زي ما قلت لك اهو، لو جديده معايا وصلتي لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا هنا هفرد واحد كمان معاكي عشان برضو ايه الموضوع يبقى سهل معاكي. لو في اي سؤال او اي استفسار تقدري تدخلي في الكومنت وتقولي لي، انا هرد على اي سؤال هتقوليه لي، هرد عليك بكل سهوله برضو. طبعا زي ما انتم شايفين احلى عيش هتعمليه وهتدعي لي، اقسم بالله هتدعي لي بجد. طبعا هنا انا هولع بقى الفرن بتاعي، مش كده، انا ولعت بقى الشوايه بس، انا مش هولع البلاطه، انا ولعت الشوايه بس اللي فوق. تمام، هولع اللي فوق بس، وهحطه هنا على عين البوتاجاز الاول. هحطه على على عين البوتاجاز. طبعا انا فرضت اخر رغيف معاكي هنا على عين البوتاجاز، ولعت البوتاجاز وحطيته كده زي ما انتم شايفين. هنا طبعا انت هتبصي على الرغيف هتسيبيه على عين البوتاجاز وعلى نار حلوه عاليه، يعني ما تهديش النار، خلي النار حلوه عاليه. تمام. هنا طبعا هتاخدي بالك، هتبصي تحسي ان الرغيف كانه بدا يغير لونه. اول ما تلاقي الرغيف بدا يغير لونه اعرفي كده ان هو تمام. هنا بقى انا مولعه الشوايه، هروح نقل الرغيف بسرعه وحطاه تحت الشوايه مباشر. يعني الرغيف بتاعك لما يقب هتلاقيه لمس الشوايه. خلي بالك بقى، ولفي يمين ولفي شمال لحد ما تلاقيه خد اللون اللي انت عايزاه الخطير ده. واحلى عيش احلى عيش هتخبزيه وهتدعي لي، والله العظيم هتبقي محترفه في العيش. بصي بقى، ولا رحينه ولا مطرحه ولا اي حاجه، وعيش جميل. وبصوا نفخ ازاي، مش بيكمل ثواني وهتلاقيه على طول قب معاكي وعمل زي البالونه. احلى عيش هتخبزيه. هنا طبعا عمل ما الرغيف ده طلع زي ما انت شايفه كده، كنت انا على طول حطيت واحد تاني. طبعا هحط الواحد التاني وهرجع افرد على طول. عبل ما ده يجي يعمل معايا وده يقب هكون انا فردت واحد تاني، لان هو بيتفرد بكل سهوله وسهل جدا. يعني مش بياخد وقت معاكي ولا في الفرد ولا في التسويه كمان، بس تبقى عينك على طول عليه.
حطي على عين البوتاجاز. ممكن على فكره ممكن تفردي كل كميه العيش اللي انت، العجين اللي انت بططتيه تفرديه وبعدين تبداي تسوي. يعني ممكن تفردي كل الكميه وتبداي تسوي، ممكن تستخدمي صينيه واحده، ممكن تستخدمي صينيتين. تمام، هيبقى سهل برضو. هنا حطيت واحد تاني برضو على عين البوتاجاز، برضو هسيبه لحد ما تلاحظي ان هو ايه بدأ يجف، تروحي نقلها على طول على الشوايه. وده لونه الخطير اللي انتوا شايفينه معايا. احلى عيش بلدي هتعمل ايه. هنا انا حطيت صينيه تانية برضو زي ما انتوا شايفين، انا بنقل دي واحط دي مكانها على طول، بحيث ان انا ماخدش وقت في السوا، والعيش بتاعي يبقى جميل كده، واخلص كل الكميه بتاعتي ماخدش وقت. تمام. يلا بقى يا شطوره، هاتي بقى دقيق. انت تقدري تستخدمي زي ما بقول لك الدقيق الزيرو، تقدري تستخدمي الدقيق المدعم اللي هو بيجي من عيش من الفرن بتاع العيش البلدي، تقدري تستخدمي دقيق القمح لو عندك. بصي اي دقيق مع العيش ده هيبقى خطير، كله بيعمل زي البالونه زي ما انتوا شايفين. برضه انا حطيت رغيف تاني اهو، وبسرعه بسرعه على طول. اول ما بحس ان هو، انت بتحسي ان الرغيف كانه اتسلق. بصي يعني تحسي كأن، شوف لما بقاش مسلوق كأن العيش مسلوق كده. اول ما تحسي ان هو خد اللون ده اعرفي ان هو كده تمام. انقلي بسرعه على طول على الشوايه، والشوايه بتاعتك بتبقى اعلى نار، يعني علي درجه الحراره على الاخر، يعني اعلى حاجه في البلاط اسف في الشوايه. وانا هنا ما ولعتش البلاطه زي ما بقول لك اهو. ده ليك انت يا حبيبه قلبي اللي قلتي لي الفرن بتاعي بيولع من فوق بس ومش بيولع من تحت. الفيديو ده ليكي انت، يا رب تكوني شفتيه ويا رب تتفرجي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده كده كان اخر رغيف معايا، وده العيش بتاعي الجميل الخطير زي ما انتوا شايفين. انا فتحت لك واحد عشان اوريكي جماله. بصوا عامل ازاي زي البالونه. هنا كان لسه خارج من الفرن، ما كانش لسه هادي اصلا، بس انا حبيت اوريكي الجمال ازاي. بصوا العيش، بصوا القمر. العيش يجنن بجد بجد، حاجه جميله جدا. ينفع جدا لسندوتشات الولاد، ينفع لكل حاجه يعني. عيش بصي حاجه كده جميله قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مربرب، وبصوا عامل ازاي طيب جدا. احلى عيش هتعمليه معايا. طبعا هنا اوريكي اهو لسه بنخبز برضو. انا وريتك بس الرغيفين اللي خرجوا، احنا هنا لسه الفرن بتاعنا شغال زي ما انتوا شايفين. انا وريتك بس الرغيفين اللي انا عملتهم عشان اوريك ان مفيش رغيف ما شاء الله مقبش، كله كان زي البالونه كده زي ما انت شايفه. يلا بقى لو جديده معايا وصلتي لحد هنا تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا حبيبتي يا ريت ما تنسيش اللايك معايا. تمام كده. ولو الفيديو بتاعي عجبك ولو حتى 1%، يلا اشتركي في قناتي. تمام كده. زي ما بقول لك اهو، هنا هستخدم البحوش ده واحط ده مكانه على طول. وما شاء الله بصوا ما بياخدش ثواني وتلاقيه بدأ، بصي زي ما انت شايفه اهو، ثواني وتلاقيه بدأ يقب، يروح يلف على طول. هيروح جاي من الجنب التاني برضو هيروح قابب. احلى عيش هتعمليه. يلا بقى اعملي العيش الجميل ده وادعي لي، وما تنسونيش بكومنت حلو ودعوه حلوه من قلبكم. بصوا الجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي انا حبيت ان اوريكي كام واحد كده عشان اعرفك ان مفيش واحد فيهم ما شاء الله ما قبش خالص. الله اكبر يعني. بس عشان الفيديو كان هيطول اكتر من كده ايه بقى، فعشان كده انا حاولت ان انا اوريكي بس بتاع كام رغيف كده. كنت اقدر اوريكي كل العيش اللي انا عملته، عمل معايا كميه حلوه يعني ما شاء الله. حبه الدقيق كانوا قليلين لكن عملوا معايا كميه حلوه. بصوا ده كان تمام اهو. تعالي بقى لما اوريكي حبه العيش اللي احنا عملناهم قد ايه وقد ايه كانوا حلوين جمال جدا، وما شاء الله كانت كميه حلوه يعني. هنا طبعا حطيت رغيف كمان اهو تحت الشوايه مباشر على طول. بصوا الجمال. بصوا القمر يا جماعه. بصي حبيت اوريكي الرغيف اهو زي ما انتم شايفين العيش الجميل ده. بصوا الجمال، حاجه كده خيال اقسم بالله، حاجه خيال خيال كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا الجمال. بصوا العيش بيتكلم اقسم بالله من كتر ما هو جميل كده وطري ومربرب وحاجه خطيره جدا. بصوا الجمال. يلا حبايب قلبي بقى، لو لسه ما عملتيش الاشتراك يلا انزلي اشتركي بسرعه لو الفيديو بتاعي عجبك. وده كميه العيش اللي احنا عملناها كلها كانت قبه وكانت جميله. بصوا عامل ازاي. بصوا ما شاء الله يعني حاجه جميله قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا حبايب قلبي شكرا لكل حبايبي اللي بيشجعوني من كل مكان، الف شكر ليكم وشكرا على الكومنتات الجميله اللي بتفرحني. يلا حبايبي اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.